جابوا كاميرا زياده وقال لك ده موبايل جديد. اوبو في الرينو 14 عملت الحاجه الجديده ان هي اضافت كاميرا البورتريه اللي كانت ناقصه من الرينو 13. وفي الفيديو ده يا صديقي هقول لك الفرق الحقيقي بين الرينو 14 ورينو 13، وهل التغيير يستاهل ولا لا. يلا ما اطولش عليك ويلا بينا نبدا. ايه الاخبار يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. ندخل على التصميم. الاتنين نفس الشكل تقريبا، ظهر من الازاز والفريم من الالومنيوم وعليهم طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، والاتنين كمان يا صديقي ضد الميه والتراب بمعيار اي بي 68 واي بي 69، ودي حاجه حلوه. بس رينو 14 اتقل بحبه، وزنه 187 جرام على عكس رينو 13 اللي كان وزنه 181 جرام، وتقريبا فرق الوزن ده في الاضافه الرهيبه اللي ضافتها اوبو في الموبايل. نقلب الموبايل ونشوف التحفه اللي مقدماها اوبو في الموبايلين. شاشه اموليد 120 هرتز وبتدعم ال HDR 10 بلس. الشاشتين بيجوا بدقة 1.5K، بس الغريب ان احنا لما قارنا الشاشتين تحت الشمس شاشة الرينو 13 كانت اعلى وضوح شوية من شاشة الرينو 14، لكن في المجمل انا شايف ان الشاشتين مفيش فيهم اي عيب. ندخل على الاداء في الموبايلين الاتنين جايين بنفس المعالج وهو الدايمنستي 8350 بدقة تصنيع 4 نانومتر. نفس النظام كمان اندرويد 15 مع واجهه الكلر او اس 15. يعني من ناحيه الاداء مفيش فرق خالص بين الموبايلين، ودي حاجه تضايق. كان نفسي اوبو في الاصدار الجديد تحسن المعالج عن الاصدار القديم، لكن ده ما يمنعش ان هو من اقوى معالجات الفئه المتوسطه العليا، اذا ما كانش كمان اقواه. من حيث الذاكره الرينو 14 بيبدا من 256 مع 8 جيجا رام لحد 1 تيرا مع 16 جيجا رام. اما في الرينو 13 كان بيبتدي من 128 جيجا، وطبعا ده فرق كبير في السعه، والذاكره من نوع يو اف اس 3.1، يعني الاثنين سرعه واحده. ندخل بقى على الكاميرات، وده الفرق الفعلي بين الموبايلين. الرينو 14 بيجي بثلاث كاميرات، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل بتقدر تصور زوم بصري لحد 3.5 اكس، والكاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل. اما في الرينو 13 فعنده كاميرتين، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا 2 ميجا بكسل للعزل. بصراحه مش بتفرق مع حد. الكاميرا في رينو 14 بتدعم التثبيت البصري اللي هو اي اس، يعني كانك ماسك كاميرا احترافيه في ايدك. والكاميرا التليفوتو اللي موجوده هنا هي كانت موجوده في ال 13 برو، شالوها لك من هناك وحطوها لك في الموبايل ده. فبصراحه خلوا السيت اب بتاع الكاميرات رهيب في رينو 14. والكاميرات في رينو 14 او في رينو 13 بتصور 4K لحد 60 فريم. السيلفي في الموبايلين الاثنين جايين بنفس الكاميرا بالظبط، 50 ميجا بكسل، فيها اوتو فوكس وبتصور 4K لحد 60 فريم. والاثنين طبعا فيهم سماعات ستيريو، جودة الصوت رهيبة، بس للاسف طبعا مفيش منفذ 3.5 مللي للسماعة. من حيث الشبكات والاتصال فشركة اوبو مفيش اي غبار عليها في الموضوع ده، الاثنين الاتصال والشبكات تحفة. بس الرينو 14 بيتفوق في الواي فاي، جاي بواي فاي 6 اي على عكس الرينو 13 اللي كان جاي بواي فاي 6 بس. والاثنين فيهم NFC بلوتوث 5.4 وكمان الاي ار بلاستر اللي بيخليك تقدر تستخدم الموبايل كريموت للتحكم في الاجهزه الكهربائيه اللي في البيت. ونقطه التفوق الثانيه اللي في الموبايل رينو 14 على حساب رينو 13 وهي البطاريه بقت اكبر 6000 ملي امبير على عكس رينو 13 اللي كان جايه ب 5600 ملي امبير. والاثنين بيدعموا نفس الشحن 80 واط، والشاحن موجود في العلبه يا صديقي، وحط تحتها 100 خط انه موجود في العلبه. الخلاصه يا صديقي بص، لو احنا هنقولها ببساطه كده، حطوا كاميرا تليفوتو وزودوا البطاريه ونزلوها على اساس انه موديل جديد. ويا صديقي لو معاك رينو 13 مش هتحس بفرق كبير غير لو انت مهتم بموضوع الكاميرات. بس لو ناوي يا صديقي تشتري موبايل جديد ممكن تروح لرينو 14 او تستنى المقارنه اللي جايه للفئه المتوسطه العليا، هنقول فيهم احسن موبايل في رينج من 20 ل 30 الف جنيه. ما تنساش اللايك يا صديقي وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وسيب لي في الكومنتات رايك ايه اكتر ميزه عجبتك في رينو 14، ولو معاك رينو 13 هتجدد ولا لا. ولو انت عايز رأيي في اي موبايل انت تحبه اكتب لي في الكومنتات. سلام.